ما يحلى الكلام إلا بعد السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا تمام الصحة يا رب. رجعت وياكم مشاركة جديدة وإن شاء الله تنال إعجابكم. وقبل ما أبدي وياكم بالفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة وتفاعلكم الحلو، وإذا كنت أول مرة تشاهدون قناتي إن شاء الله ما تكون آخر مرة تفعلون زر الجرس على الكل. طبعا اليوم راح أسوي أكلة كلش نحبها ويعني أغلب العراقيين يحبوها، اللي هي الباجة العراقية. فهنا يعني مقطعة، هي جاب لي إياها أبو عبد الله كاملة، بس راح أغسلها غسلة تمام التمام. بعد ساعة من الغسل جيت هنا هسه راح أبدي أخليها بالقدر. وقبل ما خليتها هسه هنا قدامكم أني كنت فاتحة الكاميرا عبالي يعني كنت أصور. أني فورتها بمي بعد ما غسلتها غسل تماما، فورتها بمي وذبيت المي مالتها ورجعت حمستها مرة ثانية. طبعا خليت المخ هذا ينطيها طعم وثخن للتشريبة، وسويت البصل على شكل هيجي شرائح، وأكيد النوم بصرة أو الليمون المجفف ضفت لها أيضا، غير شي ما خليت نهائيا. بعدين يعني راح أخلي شوية بهارات صفرة بس على مود اللون التشريبة. وهيجي بنات الباكة استوت، أخذت مني وقت 2.5 ساعة. يلا استوت يعني كملت، وأني مشاركتكم إياها من قبل همات. وهنا أنا بعد ما كملت الغدا، هنا عندي هذا سيراميك بيدهن، دائما يصير دهن يم الطباخ، فقلت إنه رمضان قرب فلازم إنه أكمل شغلاتي يعني الثقيلة اللي يعني من صايمين ما نقدر نسويها أو نتعاجز منها، فلازم نستقبل رمضان وإحنا منظفين كل شي وكل شي يلمع وماكو شي يعني يراد لنظافة وإحنا صايمين، وتعرفون الصيام وتعبه. فهنا بلشت خليت القاصر والزاهي وبلشت أغسل بالحائط ونظفته كل الزين وخليته يلمع. وراح أسوي ركن الرمضاني نهاية أول ما خليت النشرة. رمضان كريم. طبعا بنات التصوير مال التنظيف، طبعا أنا نظفت المطبخ على 24 حباية، كل الحيطان نظفتها. وأيضا يعني كنت عبالي فاتحة الكاميرا أني وكل التصوير طالع هيجي ببلاش، بس يلا الحمد لله والشكر إنه شاركتكم هالمشاركة البسيطة. هاينا خليت ميز وخليت عليه هذا الشرشف، وراح أبدي أخلي أسوي يعني رمضان العفو ركن الرمضاني. ولو بأبسط الأشياء، بس لازم نخلي ركن رمضاني أو ركن العبادة بيتنا وبيت كل عراقي، حتى إنه أطفالنا يوعون على هذا الشي ويمشون على هذه المسيرة، ومن يكبرون أيضا هم يظلون يسوون هذه التقاليد. وهنا كملت كل شي، وأحلى شي هو بالركن الرمضاني القرآن. بعد ما واحد يفطر لازم يقعد يم ركن العبادة يقرأ القرآن، شوية يرتاح من الصيام، يعني هذا المكان الاستراحة للصايم. وهنا أنا شفتوا شلون كانت توسع الكاونتر، وراح أسوي هنا أنا ركن بسيط، أخلي أشياء بسيطة تحسسنا يعني بشهر رمضان. وإن شاء الله رمضان خير وبركة وصحة وعافية علينا وعلى أمة محمد، ويا ربي تكونون من عواده ونستقبله بصحة وعافية بحق الحبيب محمد. هيجي خليت أني طلعت هاي الصواني كلش أحبهن، يعني طبعا أنا ما اشتري شي جديد بهذه السنة، كل هاي الشغلات يعني مالت العام، فقلت لازم إنه أشارككم، وإذا اشتريت شي إضافات جديدة أكيد همات أشوفكم أو أشارككم. وهنا أنا هاي صار فترة ما منظفة الحمالة أو السلة مالت الكاونتر، فنزلت كل شي بيها وراح أغسلها، وأغسل كل شي كان بيها بالزاهي والقاصر. طبعا حتى إدياناتي تحسسن ما لبست يعني الجفوف أو القفازات، بس المهم إنه كملت شغلي. وهيجي خليت الزنق يلمع وكملت كل شي، وخليت كل شي بالسلات والصياني ينشف، وبعدين أرجع كل شي مكانه. قولولي بنات شنو سويتوا، شنو تحضيراتكم على رمضان؟ طبعا أنا يمكن أني آخر وحدة سويت الركن الرمضاني لأن كلش متأخرة من سويته يعني وكملته.
هاي أنا غسلت السلة وكل شي ظل يلمع، بس هاي لاحظتها بالأخير بيها تراب ورجعت مسحتها أيضا. وهذا هنا ابني موفق بشيشين أسميه وهيجي خليتها ذني مال رمضان أيضا شوية تغييرات. حبايبي لهنا راح انهي فيديو اليوم وياكم، انتظروني فيديوهات ومشاركات جديدة. في أمان الله.